السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهارده الطحينه. والطحينه دي حاجه اساسيه وبتدخل في وصفات كتيره. ليه تشتريها بسعر غالي وانت ممكن تعمليها باسهل طريقه ومن غير مجهود وبدون اي اضافات. معانا كوبايتين سمسم ابيض، كوبايه زيت. هنضيف الزيت بس في دورق عشان يسهل علينا واحنا بنضيفه للخلاط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكروا الله. في طاسه على نار هاديه، احنا مش هنحمص السمسم، احنا بس هنسخنه لحد ما تخرج الرطوبه اللي فيه. وممكن نضيف ليه سوداني ابيض، بس انا بفضل السمسم بس، يعني مش هضيف له اي حاجه تانية. هنقلبه شويه وبعدين نضربه في الكبه لحد ما ينقع معانا ويبقى بودر ويخرج الزيت اللي فيه، ونقلبه عشان كله يطحن ويبقى ناعم معانا. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. كده اتطحن وبقت جاهزه معانا. هنضيف نص كوبايه زيت في الخلاط، هنضربها لحد ما لونها يبقى ابيض ويفتح معانا زي ما انتوا شايفين كده. وده بيمنع تجميع الزيت على وش الطحينه، وبيخلي الخلاط يمشي معانا بسرعه وما يقفش. هنضيف كمية السمسم كلها وهنضيف الزيت ليها تدريجيا لحد ما القوام يبقى معانا وسط، لا تقيل ولا خفيف. وممكن لو حابة تضيف السوداني هتزودي بقى ربع كوباية زيت، ونضيف رشة ملح صغيرة. ده مادة حافظة للطحينة وكمان بيظهر طعم الطحينة. برطمان ناشف هنصب الطحينة ونغطيها كويس. الطحينة دي ان شاء الله لا هتجمد منك ولا هتفك لانها خام بدون دقيق ولا اي اضافات تانية. وبكده بقت جاهزة معانا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.